أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون أخوة، والعراقيون الكرام أخوة أينما كانوا. عليكم أيها الأخوة الكرام العراقيون الطيبون، عليكم أن تتحدوا دوما، وعليكم أن تفكروا بمصالح الأجيال وبمصالح البلاد العليا. عليكم دائما أن تفوتوا الفرصة على أعدائكم. العراقيون كلهم أخوة، من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط كلهم أخوة. أما الاختلافات فهي واردة، ولكن هذا لا يعطينا حق في التقصير بإداء الأمانات وإداء الخدمات لأبناء شعبنا الكريم. نحن نختلف في الأديان والمذاهب، ولكن لا نختلف في خدمة أبناء شعبنا العراقي الكريم وتأصيل حالة الأخلاق الكريمة بين أبناء شعبنا. عليكم أن تبذلوا الجهود، وعليكم أن تثابروا. إذا أردتم أن تبنوا دولة قوية وعيشة كريمة ورفاهية فعليكم أن تعملوا. على المسؤولين أن يعملوا بمثابرة وجد وصدق، وعلى المواطنين الكرام التعاون مع إخوانهم المسؤولين من أجل تنمية البلاد وتقديم الأفضل للمواطن العراقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا بأسباب العافية أن يعافيكم، وأن يجعل بلدكم هذا في مأمن من العدو، وأن يجعل بلدكم هذا في تقدم وتنمية دائمة. إذا أردنا بلوغ المجد والعيش كدولة قوية محترمة بين الدول، فعلينا أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة البلاد والعباد، وعلينا أن نفكر بالآخرين وأن نبذل الأسباب من أجل تفويت الفرص على الأعداء وتثبيت حقوقنا في هذا الوطن، والقضاء على أسباب التخلف والتراجع الوطني في البلاد. أنتم أهل لكل مسؤولية، ولكن أيها المسؤولون الكرام في الحكومات المحلية والمركزية، علينا أن نتعاون من أجل البلاد، وعلينا أن نتعاون أيها المسؤولون من أجل تنمية البلاد وإيجاد الرفاهية لأبناء شعبنا هذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يوجد مسؤول يتخلص من مسؤوليته، ولا يوجد مسؤول يتخلص من مسؤوليته بالوجاهة والمال وطلب الجاه وهو يترك خدمة أبناء شعبه. علينا أن نفكر بأن الدولة القوية تبنى بالمثابرة والجد والإخلاص والعمل الصالح. أقول والعمل الصالح من أجل أبناء هذا الشعب الكريم. وأسأل الله تعالى لكم ولأهليكم العافية، والحمد لله رب العالمين.